خزي له ولعائلته وللمجموعة التي تعيش حوله. طب وفي الآخرة عند الله عذاب عظيم. هؤلاء من الذين إذا قدرنا عليهم، أما من لم نقدر عليه أو لم تقدر الحكومة المسلمة عليه فماذا عليه؟ لو جاء تائبا خلاص فإن الله غفور رحيم. إيه عظمة هذه؟ لكن لو لم يأتي تائبا وقدرنا عليه يقام عليه حد الحرارة. حد الحرارة يا حبايبي، الحرارة اللي هي قطع الطريق والعياذ بالله فيها مجموعة من المعاصي الكبائر، فيها قتل، فيها سرقة، فيها ترويع الناس. هؤلاء محاربون لله ورسوله حينما يأتون بالمال على أي شيء ينفقونه على الزنا واللواط والخمر والعياذ بالله. شوفوا كيف اشتملت الحرارة على هذه الكبائر، اشتملت على الخمر، على الزنا، على اللواط، على ترك الفرائض. ماذا بعد ذلك لهؤلاء المحاربين لله ورسوله؟ ما الذي يقضي لهم؟ لم يبقى لهم شيء. ولهذا نقول لكم لماذا لا يريدون الشريعة الإسلامية؟ لماذا لا يريدون تطبيق شرع الله؟ لأن الكل الفساد والفجار الذين كانوا ينصبون مقاليد الأمور يخافون أن تطبق عليهم هذه الأحكام فيقفون بالمرصاد لدين الله وشرع الله عز وجل. خايفين من الخزي في الدنيا، لكن لا يخافون من العذاب العظيم في الآخرة. أيها الأحباب، على طريق الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أيضا المعاصي الكبيرة السرقة، بعيدة عن إيه؟ عن حد الحرام. السارق والسارقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لما ربك يقول في القرآن والله عزيز حكيم، يعني قادر على أن يقتص من السراق، قادر على أن يقتص من الضرار اللي هو من الشارع، قادر على أن يقتص ممن أخذ حقوق الغير بغير حق. تصوروا ان الحبيب النبي لما اقام الحد على المخزوميه، هل كانت المراه سارقه؟ لا، لم تكن سارقه. المراه المخزوميه التي قطع النبي لها لم تكن سارقه. امال كانت تعمل ايه؟ كانت اذا اخذت الشيء الاعاره تروح لجارتها تستعين منها الحاجه، لم تذهب وتمشي وتسرق وتتخبى وتتخفى، وانما كانت تذهب الى الجاره فتاخذ الشيء كانه عاريه، لكن كانت تطب بهذا الشيء عندها ولا تبديه بعد ذلك. يعني كانت بتدكن، بياخذ حاجه من رفيقه او زميله ويدكن عليها. في العرف ليس سارق، لكن النبي اقام على هذه المخزوميه حد السرقه. حد السرقه نعم. ولما جاء أسامة بن زيد يشفع فيها قال لا أراك تشفع في حد من حدود الله يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وصعد الحبيب النبي المنبر ووقف على المنبر يخاطب الأمة: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سبق فيهم الشريف تركوه. لا، الحد لازم يقام على القوي والضعيف، على ابن الغفير وابن الوزير. الحد إذا أقيم بهذه الطريقة لا يستطيع أحد أن يقف أمامه، والأمة تعيش في رحاب شريعة الله آمنة. أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما كان من هلك من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ماذا يقول هؤلاء الظالمون؟ الضرار من الشارع. ماذا يقول السراق؟ ماذا يقول الذين يقتطعون حقوق الغير بأيمانهم؟ يروح يحلف على يمين
جزاء بما كسب نكالا من الله، والله عزيز حكيم. عزيز يعني غالب لا يكفر، وحكيم له الحكمة البالغة في قطع العين. ما تجيش انت الآن وتتفسك على رب العالمين وتقول هذه القسوة. هذا كلام مش فيه رحمة. أأنتم أعلم أم الله؟ من الأعلم حكيم، يعني يضع الشيء في موضعه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. يزيد بن حكيم يقول: ما همت شيئا قط إلا هيبتي لرجل ظلمته. سواء قطع طريق بيمين غموس بسرقة، إلا هيبتي لرجل ظلمته. أعلم أنه ليس له ناصر إلا الله. يقول، اسمع التجاهل دي، يقول: حسبي الله، الله بيني وبينك، بيني وبينك مين؟ رب العالمين. ما هبت أحد ولا خفت من أي شيء إلا مخافتي من واحد مظلوم ملوش إلا رب العالمين. يقول: حسبي الله، الله بيني وبينك. أقول لهؤلاء الظالمين سواء كانوا فرطانين نشالين أو سراء أو قطاع طريق: يا ويحكم، ما أسرع الأيام. الأيام سريعة وقريبة، وغدا سيأتيكم ملك الموت. وإن شاء الله في اللقاء القادم سأحكي لكم حديث الحبيب النبي محمد عن حال هؤلاء حينما يأتيهم العذاب أو يأتيهم ملك الموت ليأخذ أرواح هؤلاء الظالمين. وإن شاء الله سنعرفون المصير الحقيقي لهؤلاء. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يبارك في مسعانا ومسعاكم. لا تنسوا أحبابي التبرع أيضا لمسجد البلاغ المبين، فجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين